ايه انا في انا فرعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب الأعزاء طلاب الفرعون في كل مكان في مصر. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الحملة الفرنسية على مصر والشام. الحملة اللي جت مصر سنة 1798 يعني أواخر القرن 18، وخرجت من مصر سنة 1801 يعني أوائل القرن 19. يعني قعدت كام سنة في مصر يا عزيزي؟ قعدت 3 سنوات. بس عايز اقول لك قبل ما الحمله دي تيجي اللي كان قائدها نابليون بونابرت، قبليها في كذا ملك حاول يجي مصر. مين هم يا عزيزي؟ عندك اول ملك كان ملك اسمه لويس ال14. ده حاول في القرن ال17 ان هو يجي مصر. ليه؟ عشان كان في عداء بينه وبين هولندا، وكانت هولندا ساعتها كان عندها تفوق اقتصادي عن فرنسا. بس المحاوله دي ما اتنفذتش. ليه؟ لانها كانت محاوله، كانت عباره عن فكره. كان المعلم لويس ال14 قاعد لي على القهوه فبيفكر. بس المحاوله دي لو كانت اتنفذت كانت هتحول ميزان القوه لصالح مين؟ لصالح فرنسا. بعد كده تجددت المحاوله ايام ملك تاني اسمه لويس ال15. لكن محاوله لويس ال15 دي متغيره عن كل المحاولات. ليه؟ لان لويس ال15 ده كان راجل دبلوماسي، كان راجل بيستخدم سياسه الاحتواء. الراجل ده ساعتها رفع تليفونه وكلم الدوله العثمانيه، طلب مصر من السلطان العثماني. لكن ساعتها السلطان العثماني رفض، لان الوقت اللي هو اتصل بيه للسلطان العثماني كانت ساعتها تركيا بداخله حرب مع مين؟ مع روسيا. وكمان مصر كانت تبع واحد اسمه علي بيك الكبير. يعني محاولة لويس ال15 دي تزامنت مع حرب تركيا وروسيا ومع حركة مين؟ علي بيك الكبير. وبرضه دي كانت عبارة عن محاولة وما اتنفذتش. واتجددت المحاولة لتالت مرة ايام ملك جديد اسمه لويس ال16. لويس ال16 دي كانت اخر محاولة في النظام الملكي في فرنسا، لان بعد كده النظام هيتغير. بعد كده لويس ال16 ده قال لك انا عايز اروح مصر علشان في تنافس بيني وبين دولة انجلترا. ساعتها سيطرت على طريق رأس رجاء الصالح، وده الطريق الجديد اللي كانوا بيمشوا منه بدل من مصر. لكن يا محترم ما عرفش يخش طريق رأس رجاء الصالح، لان هو لو مشي من طريق رأس رجاء الصالح هيقع تحت رحمة مين؟ انجلترا. ففكر برضك لويس ال16 ان هو يروح مصر. تيجي تسألني سؤال، هو كم واحد حاول يروح مصر؟ اقول لك 3 ملوك، لويس ال14، لويس ال15، لويس ال16. يعني انا عايزك تفهم يا عزيزي ان ال3 ملوك دول كانوا عايزين يجوا مصر بسبب ان هم يخدموا اقتصاد ايه؟ اقتصاد فرنسا، وكمان عشان يستغلوا موقع ايه؟ مصر. وكمان عايزك تعرف ان ال3 محاولات كانوا حبر على ورق. حبر على ايه؟ على ورق، يعني مجرد فكرة. المحاولة الرابعة بقى كانت ايام نابليون بونابرت. المحاولة دي هي المحاولة الوحيدة اللي في النظام الجمهوري. المحاولة دي جت بعد تغيرات سياسية حصلت في فرنسا. ايه هي التغيرات السياسية؟ هعرفك عليها بعدين. بس عايزك تعرف ان المحاولة الرابعة دي كان ليها سبب ظاهري. ايه هو السبب الظاهري؟ هو ان كان في ناس اسمهم المماليك في مصر بيهددوا اقتصاد فرنسا. وكان في سبب حقيقي. السبب الحقيقي اللي نابليون هيجيب حملة ويجي على مصر، اول حاجة ان هو عايز يعمل امبراطورية فرنسية. رقم 2 عايز يعمل على هدم امبراطورية انجلترا في الشرق، وعايز يأمن مصالح فرنسا الاقتصادية. فالمحاولة دي اللي هتيجي بالفعل وهي الوحيدة اللي هتتنفذ. بس انت قلت لها مستر ان المحاولة دي جت بعد تغيرات سياسية حصلت في فرنسا. ايه هي التغيرات السياسية؟ هيحصل ثورة في فرنسا اسمها الثورة الفرنسية. الثورة ليه؟ الفرنسية هتحصل سنة 1789. دي بقول عليها تغيرات سياسية. مين اللي هيعمل الثورة دي؟ اللي هيعمل الثورة دي الطبقة الوسطى بالتحالف مع الطبقة العامة. لما يعملوا الثورة دي هيعملوها ضد آخر ملك اتكلمنا عنه لويس ال16. هيعملوا عليه ثورة وتقدر الثورة دي تنجح ويقدروا يلغوا النظام الملكي. دي تغيرات سياسية. وساعتها هيعلنوا نظام جديد اللي هو النظام الجمهورية، يعني هيبقى فيه ديمقراطية في فرنسا. وكمان هيعملوا تغيرات اجتماعية، يلغوا نظام الإقطاع. لما يلغوا نظام الإقطاع مش هيبقى في ناس معاهم أراضي زراعية كتير، فيعملوا على ضرب القاعدة الاقتصادية في فرنسا. ليه ضربوا القاعدة الاقتصادية في فرنسا؟ لأنهم هيلغوا النظام الإقطاع. يبقى كده نتائج الثورة اللي حصلت في فرنسا حاجتين: تغيرات سياسية لغوا الملكية وأعلنوا الجمهورية، وتغيرات اجتماعية إلغاء نظام الإقطاع أو إلغاء أو القضاء على الإقطاعيين. يعني لما أجي أسألك اقول لك الثوره الفرنسيه عملت على ايه؟ اللي عملت على تغيير الاوضاع الداخليه في فرنسا.
لان الاول اللي كان بيحكم الطبقه العليا، بعد كده اللي هيحكم الطبقه الايه؟ الطبقه الوسطى. وكمان نشرت الحريه وابداء الراي، ودي حاجه ما كانتش منتشره في اوروبا. اول لما ظهرت في فرنسا على يد الثوره الايه؟ الفرنسيه. بيقول لك الثورة دي لما اتعملت اتسع العداء بتاع فرنسا مع دول اوروبا. ليه؟ علشان دول اوروبا عايزين يحافظوا على مكانتهم السياسية، فبيقول لك ان هم تحالفوا فيما بينهم للقضاء على النظام الجمهوري اللي الثورة عملته، لكن تقدر فرنسا تتصدى لكل ملوك اوروبا ويحصل حرب ساعتها بقول عليها حرب اقليمية. ليه؟ لأنهم رفضوا مبادئ الثورة الفرنسية. لكن هنا لما ملوك أوروبا كلهم تحالفوا ضد فرنسا اتصدت لهم كلهم. لكن اللي فرنسا معرفتش تضربها هي انجلترا بسبب الطبيعة الجغرافية بتاعتها. فهنا ساعتها نابليون فضل يفكر أعمل إيه مع انجلترا؟ أضرب إزاي انجلترا اللي هي يحوطها المياه من كل جهة، ولو دخلت لانجلترا اللي عندها بحر المانش مش هعرف احتلها، لان انجلترا عندها قوة ايه؟ قوة بحرية. نابليون يفضل يفكر 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 يفكر، يقول لك بس انا هضرب انجلترا خارج اراضيها. هتضربها ازاي؟ هضربها عن طريق مصر. وهنا تيجي الفكرة لنابليون ان هو يحتل ايه؟ يحتل مصر. يبقى اللي خلى نابليون يحتل مصر ان هو عايز يحافظ على مكاسب الثورة الفرنسية، عايز يحافظ على النظم السياسية الجديدة اللي عملوها بعد الثورة. ونابليون ياخد بعضه ويقول لك انا رايح على فين؟ على مصر. مصر يا عزيزي، علشان اكلمك على مصر اكلمك الاول على الاحوال الاقتصاديه. احوال اقتصاديه يعني اكلمك على الزراعه والصناعه والتجاره. بقول لك الزراعه كانت متدهوره بسبب حاجتين، بسبب حاجه اسمها حق الانتفاع، لان حق الانتفاع ده كان عامل عدم استقرار للفلاح، وكانوا ماشيين بمبدأ فيه حاجه اسمها الملكيه المشروطه، ونظام تاني اسمه نظام الالتزام، وده بيكون فيه ملتزم هو اللي بيجمع الضرائب، وده طبعا كان بيعاني منه الفلاح. وبسبب حق الانتفاع وبسبب نظام الالتزام وبسبب كمان ان في الوقت ده كان في ان الدولة ما كانتش بتهتم بالزراعة ولا بتهتم بأمور الري ولا بتهتم بالتنمية المستدامة، علشان كده الزراعة كانت متدهورة. ولو جينا بصينا على الصناعة هنلاقيها برضو متدهورة، علشان كانت بدائية، علشان الناس دي كانت عايشة في عزلة حضارية. كان السلطان العثماني اللي هو ماسك مصر مخليها في عزلة حضارية، فده أثر على الصناعة وخلى المصريين يعانوا في الصناعة، فكانت الصناعة بدائية وما وصلتش إلى الآلية زي ما حصل في أوروبا. ولو جينا بصينا على التجارة هتقول لي ان التجارة بتتقسم لتجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الخارجية كانت متدهورة بسبب قلت لك طريق جديد تم اكتشافه، وهو طريق رأس رجاء الصالح اللي سيطرت عليه مين؟ انجلترا. وبقت التجارة الخارجية في مصر معتمدة على الدول الإقليمية اللي معانا في نفس القارة. ولو جينا بصينا على التجارة الداخلية هنلاقيها برضو متدهورة. ليه؟ لأن كان فيها عدم استقرار للأمن، كان في نزاعات داخلية عندنا، كان في ناس اسمهم البدو بيسرقوا حرامية، فده أثر على التجارة الداخلية. وكان في اختلاف في المياكيل والموازين، ما كانش في ثبات للعملة، فده كله أثر على التجارة الداخلية. يعني أنا كده عرفت أن الأحوال الاقتصادية كانت متدهورة أيام الحكم العثماني أو قبل ما الحملة الفرنسية تيجي مصر. تيجي بقى لو بصيت على الأحوال الاجتماعية في الحكم العثماني هتلاقي ان المجتمع ساعتها كان بايظ، لان كان متقسم لطبقتين، طبقة حكام وطبقة محكومين. وكان الحكام متمثلين في الأتراك وفي المماليك، وكانوا المحكومين هم المصريين. وكمان ما كانش فيه تعليم، كان منتشر الشعوذة والخرافات، السيدة خديجة لرد المطلقات وجلب الحبيب وأكل الزبيب، كل ده كان منتشر في مصر، وكان منتشر الشعوذة، فكانت الدنيا خربانة. وما كانش فيه تعليم غير في الازهر الشريف، ما كانوش بيتعلموا غير العلوم الشرعيه. الاحوال السياسيه يا صديقي، الاحوال السياسيه بيقول لك السلطان العثماني لما جه يمسك مصر كان عايز يحط ادوات تبعيه جديده.
ان مصر تفضل تابعة ليه. بيقول لك السلطان العثماني عشان يضمن ان مصر بتاعته ويضمن ان هو مسيطر على مصر عمل 3 هيئات بيحكموا مصر. ايه هم ال3 هيئات دول؟ عندي اول هيئة اللي هي بتتكون من الوالي العثماني. الوالي العثماني ده كان نائب السلطان. وكان عندي تاني هيئة اللي هم الديوان، والديوان دي حامية عسكرية. تالت حاجة عندي المماليك، ودول كانوا ماسكين الأقاليم. تيجي تسألني هو ايه اللي جاب المماليك يا مستر؟ هو مصر دلوقتي مين اللي بيحكمها، العثمانيين ولا المماليك؟ هقول لك ما لما العثمانيين جيهم وضربوا المماليك وخدوا منهم مصر ما مشوش المماليك، خلوا المماليك يحكموا الأقاليم. ليه؟ عشان المماليك كان عندهم خبرة سياسية. لكن أنا عايز أقول لك إن السلطان العثماني كان غلطان في الحتة دي. أنت دلوقتي حكمت مصر، ليه بتخلي المماليك موجودين؟ ما كمان شوية هياخدوا منك مصر. هتقول لي إزاي؟ هقول لك هيظهر واحد اسمه علي بيك الكبير، وده هيبقى زعيم المماليك سنة 1763. ده لما يمسك زعيم المماليك هيعمل حركة انفصالية، هينفصل عن السلطان العثماني، يعني هيفصل مصر عن الدولة العثمانية. بسميها الحركة الانفصالية اللي هتحدث في النص الثاني من القرن ال18. بتاعت مين؟ بتاعت علي بيك الكبير. ساعتها علي بيك الكبير ده هيبقى عنده طموحات سياسية. أول حاجة يعملها هيشيل الولي العثماني اللي مين معينه؟ السلطان العثماني، وهيمنع قدوم غيره. وكمان يا عزيزي هيروح ياخد الحجاز. ليه هيروح ياخد الحجاز؟ عشان يدي لنفسه صفة شرعية. وكمان هيضرب النقود باسمه، ولما يضرب النقود باسمه دي خطوة اقتصادية هو هيعملها. ليه؟ علشان ينفصل كليا عن الدولة العثمانية. يبقى هو عمل خطوة اقتصادية، ضرب النقود باسمه علشان ينفصل عن الدولة العثمانية، يعني الهدف سياسي. وكمان هيمتنع عن دفع الخراج، يعني مش هيدفع ضرائب للسلطان للسلطان العثماني. يبقى هنا علي بيك الكبير أول لما عمل حركة انفصالية قام بإجراء سياسي اللي هو شال مين؟ شال الولي العثماني. وقام بإجراء اقتصادي اللي هو امتنع عن دفع الخراج. هتقول لي ايه هي الخراج؟ هقول لك الضرايب يا صديقي، نسيت ولا ايه؟ بص يا باشا، وبعد كده هيروح ياخد الحجاز، يعني هيتوسع جهة الشرق عشان يضيف لنفسه صفة صفة شرعية، او يضيف لنفسه صفة دينية. تفتكر ان علي بيك الكبير يسكت على كده؟ هقول لك لا، لانه عنده طموحات سياسية. هيبعت نائبه يعني دراعه اليمين محمد بيك ابو الدهب، يقول له يا محمد انا عايزك تتجه الى جهة الشمال الشرقي، يعني تروح الشام وتاخدها من الدولة العثمانية. وفعلا محمد بيك ابو الدهب ما يكدبش خبر، وياخد الحصان ودرجن درجن درجن يروح على فين؟ يروح على الشام. ويقدر محمد بيك ابو الدهب ياخد الشام، لكن السلطان العثماني مش هيسيبه. يقوم واخد حصانه هو كمان. مين هو؟ السلطان العثماني. يركب حصانه ودرجن درجن ورا مين؟ ورا محمد بيك ابو الدهب. يقوم محمد بيك ابو الدهب جاي ومعاه السلطان العثماني، وهما الاتنين يا محترم قعدوا على فين؟ على القهوة. وساعتها السلطان العثماني يقول لمحمد بيك ابو الدهب انا عايزك تحط ايدك في ايدي علشان نروح نقتل مين؟ علي بيك الكبير. وفعلا يا صديقي هما الاتنين يركبوا على حصان واحد، السلطان العثماني ومحمد بيك ابو الدهب، ودرجن درجن على فين؟ على مصر. واول لما يروحوا مصر محمد بيك ابو الدهب يطلع السكينة وهوب يقتل علي بيك الكبير. ولما علي بيك الكبير يتقتل مصر هترجع تاني ولاية ولاية عثمانية، بعد لما كانت ولاية مملوكية على يد علي بيك الكبير. طبعا محمد بيك ابو الدهب لما يمسك مصر ويخون علي بيك الكبير ساعتها مصر هتبوظ وهيحصل اضطرابات سياسية. ساعتها لما يتخانقوا في وسط الخناقة واحد برضك يطلع يطلع السنجة وهوب يقتل محمد بيك ابو الدهب. محمد بيك ابو الدهب لما يموت يمسك مصر 2 من المماليك، واحد اسمه مربك وواحد اسمه ابراهيم بك.
بس عايز اقول لك ان مراد بك وابراهيم بك الاتنين على الله حكايتهم، الاتنين بليله هيبوظوا ايه؟ هيبوظوا مصر. ساعتها مصر هيحصل فيها تقلص في التجاره الخارجيه، ساعتها مصر هيبقى فيها تدهور اقتصادي زي ايام الحكم العثماني. وساعتها اصلا مين جاي في الطريق؟ لو انت تفتكر عايز يجي مصر هتقول لي نابليون. نابليون جاي ومصر خربانه، تفتكر ايه اللي هيحصل؟ تعالى يا صديقي، تعالى بقى يا صديقي نتكلم على نزول الحملة الفرنسية. طبعا نابليون اول حتة هينزلها هي الاسكندرية. اول حد يتصدى ليه في الاسكندرية واحد اسمه محمد كرايم. ومعنى ان محمد كرايم يتصدى لنابليون يبقى كده منشور نابليون اللي هو وزعه قبل مجيء الحملة اللي احنا عارفينه ما عملش اي حاجة. يبقى اول حاجة اثبتت ان كلام نابليون طلع في شن هو مقاومة محمد كرايم اللي هي المقاومة الوطنية. لكن نابليون يقدر ياخد محمد كرايم اسير ويتجه نحو غرب الدلتا ويخش شبرخيت. اول لما نابليون يخش شبرخيت هنا هيواجه لاول مرة المماليك، اول صدام بين المماليك والفرنسيين في شبرخيت في البحيرة. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا صديقي ان يقدر نابليون يهزم المماليك لأول مرة ويبدأ يبين الأسلحة الحديثة، فيظهر الفوارق الحضارية بين المماليك وبين الفرنسيين. والواد مراد بك اللي هو تصدى لنابليون في شبرخيت يطلع يجري ويقول يا فكيك الحقوني. وهو بيجري يا صديقي يرن على ابراهيم بك اللي بيحكم مع مصر يقول له الحقني، ده الفرنسيين بيستخدموا اسلحه حديثه. المهم مراد بك وهو وابراهيم بك وكمان معاهم الوالي العثماني يفضلوا واقفين في امبابه مستنيين مين يجوا؟ مستنيين الفرنسيين. وهم واقفين يفضلوا مستنيين الفرنسيين يجوا لحد ما نابليون يجي في امبابه. بيقول لك ابراهيم بك هو والوالي العثماني اول لما شافوا الفرنسيين طلعوا يجروا لحد الشام. لحد ايه؟ لحد الشام. مراد بك اول لما شاف ان ابراهيم بك والوالي العثماني بيجروا للشام هو كمان جري للصعيد. جري لحد فين؟ لحد الصعيد. يبقى مراد بك بعد موقعة امبابة جري للصعيد، وابراهيم بك والوالي العثماني جروا لحد ايه؟ لحد الشام. يعني حصل فراغ سياسي عندنا في مصر. مين هيخش القاهرة؟ نابليون. بس نابليون كان ساعتها لسه معاه محمد كرايم. هيعمل ايه في محمد كرايم بتاع الاسكندريه؟ هيعدمه رميا بالرصاص. هنا نابليون هيبقى ضد حقوق الايه؟ الانسان لما يعدم محمد كرايم رميا بالرصاص. لكن نابليون مهمته ما توقفش لحد القاهره، يكمل لحد بلبيس ولحد الصالحيه. اللي وداك الصالحيه؟ اللي وداك شرق الدلتا؟ قال له والله علشان اشوف قوات ابراهيم بك جروا لحد فين، عايز امن الوجه البحري كله. يبقى نابليون امن الوجه البحري لما وصل لحد فين؟ لما وصل لحد الصالحيه. بقول لك الواد نابليون اول لما دخل القاهره يسمع ان الاسطول بتاعه اتضرب. مين اللي ضربه؟ اللي ضربه يا عزيزي هو الاسطول الانجليزي. هنا نابليون اللي كان خايف منه حصل، ما كانش عايز يخش مع انجلترا مواجهه بحريه، دخل معاها مواجهه بحريه في معركه هتسمى بمعركه ابيكير البحريه في البحر المتوسط بين فرنسا وبين انجلترا. لكن اذا معركه بحريه مين اللي يكسب؟ انجلترا. فهنا لما تنتهي معركه ابيكير البحريه هيبقى لها تاثير عسكري ان هي عملت على اغراق الاسطول الفرنسي في البحر المتوسط، وهيبقى لها تاثير نفسي. يعني ايه يا مستر تاثير نفسي؟ يعني هتعمل على ضعف الروح المعنويه للقوات الفرنسيه. هيبقى لها تاثير اقتصادي لانها هتوقف التجاره الخارجيه من جهه الشمال. هيبقى لها تاثير سياسي هنعرفه كمان ايه؟ كمان شويه. طب بعد معركه ابيكير البحريه لما تحصل ايه اللي هيحصل لنابليون؟ هنا نابليون الاسطول اللي هيكون فاضل من معركة ابيكير البحرية يقول لهم مشيهم في الدلتا ونزلوهم تحت في الصعيد يجيبوا لنا قمح وننشط التجارة الايه؟ الداخلية. لكن اللي نابليون ما يعرفوش ان اللي هيوقف المراكب مراد بك. مراد بك اللي جري للصعيد ساعة موقعة امبابة. هنا مراد بك هيعمل على وقف الملاحة النهرية مش البحرية، هيوقف الملاحة النهرية في النهر.
مش هيعدي سفن فرنسية. مين يجي له تليفون ويقول له ان مراد بك موقف السفن؟ نابليون. نابليون اول لما يسمع ان مراد موقف السفن هيقول يا باشا انا هسيب القاهرة وانزل لمين؟ انزل لمراد. نابليون قبل ما يسيب القاهرة هيعين عليها واحد اسمه ديباوي، هيقول له يا ديباوي انا عايزك تقعد في القاهرة تلقط رزقك، وعقبال ما انزل 3 ايام الصعيد اقتل الواد مراد بك ده واجي. هنا نابليون هياخد حصانه ودرجن درجن درجن على فين؟ على الصعيد. هيروح لمراد. اول حاجه لما يخش على مراد يقول له ولا يا مراد، هو انا مش هزمتك في شبرخيت قبل كده؟ يقول له ايوه. مش انا هزمتك قبل كده في امبابه؟ يقول له ايوه. يقول له خلاص يا مراد انا مش عايز اهزمك للمره الثالثه، ايه رايك تحط ايدك في ايدي؟ بص هنا نابليون بيستخدم معاه اسلوب ايه؟ اسلوب دبلوماسي. يعني هنا بيخالف منشوره، عشان هو في منشوره قال انا جاي احارب المماليك. ازاي يا نابليون جاي تحارب المماليك وانت عايز تحط ايدك في ايد مراد بك؟ لكن لما يطلب بطريقه دبلوماسيه ان مراد بك يحكم الصعيد تحت اشرافه، هنا مراد بك يرفض. ولما مراد بك يرفض هنا نابليون يتضايق ويرفع ايده على وش مين؟ مراد بك. هنا مراد بك فين؟ في الصعيد. فهنا الصعايده واقفين كل واحد رافع الجلابيه ومبين الكلسون بتاعه. يشوف مين بيتضرب بالقلم؟ يشوفوا مراد بك. فيبدأ الصعايدة يحاربوا مين؟ يحاربوا الفرنسيين. ويخش نابليون في مقاومة أهالي الصعيد. بيقول لك لما نابليون دخل في مقاومة مع أهالي الصعيد ما جابش معاهم ولا حق ولا باطل. بيقول لك الصعايدة دول كانوا بيستخدموا حرب بسميها بحرب المناوشات، يعني اضرب واجري. يعني أنا دلوقتي لو فرنسي واقف كده بحارب، واقف ايه؟ بحارب، الاقي واحده بترمي ميه سخنه، واحد خارج لي بالكلسون، ايه الرعب ده؟ واحد ده دخل عليا بميه ساقعه، واحد خارج لي بالانبوبه كده. دي بسميها حرب المناوشات. حرب المناوشات اللي هم استخدموها دي انهكت قوة الفرنسيين. وفضل نابليون يجري ورا الصعايدة في الوادي كله، وطبعا الوادي بتاع نهر النيل طويل، فبسبب طول الوادي ده انهكت قوة الفرنسيين. الفرنسيين مش واخدين على كده. غير كده وكده يا صديقي، المصريين اللي هم الصعايدة والمماليك حط ايدهم في ايدين بعض. يا نهار ابيض، مش نابليون اول لما جه يخش مصر قال لك انا عايز اوقع بين المصريين والمماليك؟ ايوه. دلوقتي كلام نابليون فشل لما المصريين والمماليك حط ايدهم في ايدين بعض وعملوا تلاحم داخلي ضد الحمله الايه؟ ضد الحمله الفرنسيه. وكمان هيحصل تلاحم خارجي ان هيجي لنا دعم من شبه الجزيره العربيه، وده بقول عليه دعم خارجي، بقول عليه دعم خارجي او بقول عليه تلاحم عربي. تخيل الصعايده والمماليك وقوات من شبه الجزيره العربيه كل ده ضد الفرنسيين. نابليون هيفضل يحارب قدام كل الاطراف دي. نابليون وهو راكب حصانه وعمال يجري ورا الصعايده يجيله تليفون. الو نابليون، ديباوي اللي انت عينته على القاهره اتقتل. مين اللي قتله؟ هنا نابليون اول لما يعرف ان ديباوي اتقتل ياخد حصانه ودرجن درجن على القاهره. هنا نابليون اول لما يروح القاهره هيلاقي رجال الازهر الشريف اللي هم رجال الدين عاملين ثوره تسمى بثوره القاهره الاولى، عاملينها في جامع الازهر. يعني هنا المؤسسات الدينيه بتلعب دور سياسي. هنا اول لما ديباوي اتقتل نابليون مش هيشوف قدامه، ياخد حصانه ويقول لك مين اللي قتل ديباوي؟ هيقولوا له رجال الازهر الشريف. هيسالوا هم فين؟ هيقولوا له في جامع الازهر. يقوم نابليون واخد الحصنه ودرجن درجن رايح على فين؟ على جامع الازهر الشريف. ويخش جامع الازهر بالخيول، مما اثار الشعور الديني لدى المصريين. هنا المصريين هيتضايقوا ان هو دخل الازهر الشريف بالخيول. تسألني سؤال، هو انت مين اللي ما سمعتش سيرته بيقاوم الحملة الفرنسية من ساعة ما بدأنا؟ هو ده يا صديقي السلطان العثماني. هنا السلطان العثماني كانت المقاومة بتاعته مش موجودة من أول ما نابليون دخل من الإسكندرية لحد ثورة القاهرة الأولى. مين يظهر؟ السلطان العثماني. السلطان العثماني هيستخدم سياسة التحالفات،
وهيظبط علاقته الخارجية مع الدول الكبرى، وهيعمل تحالف هو وروسيا وانجلترا، ويحطوا ايديهم في ايدين بعض، ويقول لك احنا هنبعت حملتين على نابليون. هنبعت حملة من جهة الشام برية، وحملة من جهة الاسكندرية هتكون حملة بحرية. هنا نابليون يعرف ان في حملتين جايين عليه يعملوا عليه الكباشة. نابليون يسكت؟ لا يا صديقي، هنا نابليون هيغير فكره الاستراتيجي زي ما غير فكره الاستراتيجي ساعة الثورة الفرنسية. ما لما اتعمل عليه برضو تحالفات ساعة الثورة الفرنسية، غير فكره الاستراتيجي وقال لك هضرب انجلترا خارج اراضيها. هنا برضو هيغير فكره الاستراتيجي وهيقول لك انا هتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيا، مش هم هيبعتوا عليا حملتين. طب ما انا اللي اروح احاربهم، هو انا ليه استنى لما هم يهاجموني وانا دافع؟ ايه رأيك اهاجم انا؟ عشان كده يا صديقي نابليون هيجهز نفسه ويبدأ يتحرك الى الشام سنة 1799. لكن نابليون يفشل في دخول عكا. ليه؟ بسبب استبسال مقاومة أهلها. هيكون في واحد اسمه أحمد باشا الجزار هيقف قدام نابليون، ودي شخصية وطنية بتفكرني بمحمد كريم. وبرضك ممكن أقول إن أحمد باشا الجزار يتشابه، اسمع مع محمد بك أبو الدهب. إيه ده؟ ازاي يا مستر؟ اقول لك مش محمد بك ابو الدهب حط ايده في ايد السلطان علشان يحافظ على ممتلكات السلطان؟ هتقول لي ايوه. طب ما هنا احمد باشا الجزار هيحط ايده في ايد السلطان العثماني، وهيحط ايده في ايد انجلترا علشان يحافظ على ممتلكات الدولة العثمانية. ما الشام دي تبع الدولة العثمانية. يبقى احمد باشا الجزار يتشابه مع محمد بك ابو الدهب ان الاتنين كانوا بيحافظوا على املاك الدولة الدولة العثمانية. وكمان مش ده السبب الوحيد اللي هيخلي نابليون يفشل في دخول عكا. ده غير كده لو انت تعرف من ايام معركة ابيكير البحرية انجلترا في البحر المتوسط، فانجلترا هنا بسبب وجودها في البحر المتوسط وبسبب ان في بينها وبين فرنسا تنافس استعماري، فاحمد باشا الجزار هيستغل التنافس ويخلي انجلترا تساعده. عشان كده نابليون يفشل في دخول عكا بسبب مقاومة اهلها، مقاومة وطنية، بسبب الدعم الخارجي اللي حصل من انجلترا. يبقى هنا نابليون خسر مرتين بسبب الدعم الخارجي. خسر في مقاومة الصعيد بسبب دعم شبه الجزيرة العربية، وخسر في عكا بسبب دعم انجلترا لاهالي عكا. هنا نابليون هياخد حصانه ودرجن على فين؟ على القاهرة. اول لما يوصل على القاهرة يعرف ان الحملة البحرية جت وصلت ابيكير، فياخد قواته ويروح يحارب القوات العثمانية في ابيكير البرية. فيحصل معركة جديدة اسمها ابيكير البرية سنة 1799، ودي هتكون بين القوات العثمانية وبين نابليون. لكن نابليون يستطيع ان هو يعمل بطاطس محمرة من القوات العثمانية ويهزم القوات العثمانية. وهنا نابليون هيفضل قاعد رايق فاكر ان هو كده تخلص على اعدائه. ما يعرفش ان هو هيجيله تليفون من فرنسا يقولوا له الحقنا يا نابليون، النمسا رجعت تحالفات الثورة الفرنسية. مش ساعة الثورة الفرنسية ملوك اوروبا كانوا عاملين تحالفات؟ ايوه. مين كانت عاملة تحالفات؟ انجلترا. هنا اللي بتعمل التحالفات النمسا هنا يا صديقي عملت تحالفات في اوروبا نفس التحالفات اللي حصلت ايام الثورة الفرنسية. يعني هنا الحراك السياسي في اوروبا بيتصاعد تاني. هنا يجي التليفون لنابليون وهو في مصر. نابليون يفضل يفكر، هو انا دلوقتي اقعد في مصر احافظ على الحملة الفرنسية، ولا اروح فرنسا واحافظ على مكتسبات الثورة الفرنسية؟ لكن هنا يا صديقي نابليون هيفضل مستقبل فرنسا وان هو يحافظ على مكتسبات الثورة الفرنسية عن مستقبل الحملة، ونابليون هيمشي من مصر. طبعا انت عمال تفكر هو نابليون خرج ازاي من مصر والقوات الانجليزية محاصرين شمال مصر. بعض الاقاويل بتقولك ان نابليون تنكر في زي امرأة، وبعض الاقاويل الاخرى بتقولك ان هو تزين او تنكر في زي صياد. المهم نابليون لما يخرج هيعين واحد اسمه كليبر، هيسيب الجواب ان اللي يمسك الحملة بعدية واحد اسمه كليبر،
وده التغيير اللي هيحصل الأول لقادة الحملة. كليبر لما يعرف ان هو قائد الحملة الفرنسية الجديد هيعمل ايه؟ هنا يا صديقي اول لما كليبر يعرف ان هو قائد الحملة الفرنسية يقول لك استحالة اقعد في مصر، ده المماليك عايزين يحاربوني، دي الدولة العثمانية عايزة تحاربني، المصريين هيعملوا عليا ثورات، انا مش هقعد في مصر. طب هتخرج ازاي من مصر وانت محاصر من انجلترا من جهة الشمال؟ قال لك انا هرفع التليفون واكلم السلطان العثماني. الو سلطان، دلوقتي انا عايز اخرج من مصر على نفقة الدولة العثمانية، عايزك تأمن لي خروجي. فالسلطان يقول له تعالى نتقابل ونتفق. هيروح للسلطان وهيعملوا مع بعض معاهدة تسمى بمعاهدة العريش. معاهدة العريش دي يا محترم هتتم بين كليبر والدولة العثمانية. يعني هنا كليبر بيستخدم اسلوب دبلوماسي مع الدولة الايه؟ مع الدولة العثمانية. لكن معاهدة العريش دي تفشل علشان انجلترا هترفض ان الحملة الفرنسية تخرج من مصر على نفقة السلطان العثماني. يعني هنا انجلترا هي اللي متحكمة في الاحداث. هنا انجلترا بتحارب فرنسا من غير عمليات عسكرية، ان هي بمجرد ما قالت للسلطان العثماني الحملة الفرنسية مش هتخرج. وفعلا الحملة الفرنسية مش هتخرج بسبب مين؟ بسبب انجلترا، ان هي رفضت معاهدة العريش. هنا كليبر اول لما يسمع الكلام ان الدولة العثمانية سمع الكلام انجلترا يقوم كليبر هازم الدولة العثمانية ويطردها للشام. وهنا نهزم الدولة العثمانية لثالث مرة لما هزمناهم بعد معركة امبابة لما الوالي العثماني جري إلى الشام، ومرة لما نابليون هزمهم في معركة أبيكير البرية، ودي مرة كليبر هزمهم بعد فشل معاهدة الايه؟ معاهدة العريش. هنا كليبر هيضطر ان هو يرجع ويقعد في مصر. اول لما كليبر يرجع ويقول لك انا هقعد في مصر يلاقي المصريين عاملين عليه ثورة تسمى بثورة القاهرة الثانية، مستغلين ان كليبر بيطلع انفاسه الاخيرة. هنا كليبر يقول لهم طلاق 3 انا مستحمل نفسي بالعافية، ويبدأ يستخدم القمع والارهاب مع المصريين زي ما نابليون عمل في ثورة القاهرة الاولى. ويقدر كليبر يروح لمراد بيك ويقول له هتحط ايدك في ايدي ولا هطلع. فهنا كليبر هيحط ايده في ايد مراد بيك ويقدر ينجح في اللي فشل فيه نابليون. ويقدر كليبر يسيطر على كل الاقاليم المصرية اللي مين فشل فيها؟ نابليون ما عرفش يسيطر على كل الاقاليم المصرية، انما مين اللي نجح؟ كليبر لما حط ايده في ايد مراد بيك. بيقول لك كليبر وهو قاعد في القصر بتاعه يجيله واحد جنايني يسمى بسليمان الحلبي، وده طالب سوري كان بيدرس في الازهر الشريف، يتنكر في زي جنايني ويمشي من جنب كليبر وهوب يطلع السكينة وهوب يقتل مين؟ كليبر. وهنا القائد التاني مات للحملة. فهنا قوات الحملة عايزين يختاروا حد يمسك مكان مين؟ كليبر. يفضلوا يختاروا ما بين الناس لحد اللي يطلع واحد اهبل يرفع ايده ويقول لك انا. مين الشخص ده بقى عزيزي؟ ده القائد الثالث او التغيير الثاني للحملة. غيرت اول مرة لكليبر، التغيير الثاني مينو لما يمسك الحملة يقول لك انا عايز اعمل تغيرات في مصر، عايز اعمل اصلاحات في المجال الزراعي والصناعي والتجاري وكل حاجة. لكن مين اللي تعرف؟ انجلترا والدولة العثمانية والمماليك. تقوم انجلترا والدولة العثمانية والمماليك يتحالفوا مع بعض ويبعتوا اسطول جديد لأبيكير يحارب الحملة الفرنسية، ويستطيعوا هم الثلاثة يخرجوا الحملة الفرنسية سنة 1801 بعد ما الحملة قعدت كام سنة؟ 3 سنوات. والحملة الفرنسية بكده يا صديقي تخرج من مصر. وده يا صديقي باختصار الفصل الأولاني. اتمنى يكون قدرت افيدك في فيديو النهارده. انا حبيت اعمل لك فيديو بشكل جديد على شكل قصه علشان تراجع منه الفصل الاولاني. ما تستخسرش فينا لايك ولا كومنت ولا اشتراك في القناه علشان تنتظر كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.